من اكتر الاسئله اللي سالتني هو بالنسبه للاسعار هناك في المجر عامله ازاي. اسعار الاكل اخد معايا قد ايه وانا جاي من مصر. آه، لو مثلا قعدت هناك اول شهر مش شغال اخد معايا قد ايه، الدنيا غاليه ولا رخيصه. ف في الفيديو ده هوضح لكم الحاجات دي. هوريكم اول شهر دلوقتي وتاني شهر ليا كنت بصرف قد ايه فيهم، عشان تعرفوا متوسط ال الاسعار عامله ازاي. وباذن ربنا اعمل فيديو تاني هوريكم فيه بقى في السوبر ماركت اسعار الحاجه كلها عامله زي دلوقتي. فشوفوا الفيديو ده وجاي هتستفيدوا خالص. بالنسبة لي صرفت قد إيه مثلا شهر سبتمبر. كنت عملت حساب في أوله، لكن طبعا كنت مش يعني كنت معتمد على الكاش أكتر. فأنا عايز بس أوريكم حاجة، الحاجات الأول لما تيجوا تعملوها هتلاحظوا كده مثلا في ال 7000 الأولانيين دول، ده كده بتاع فتح حساب، ده كده بتاع اللي أنا فتحت حساب. طيب وبعد كده في ال 5000 دول بقى الحاجات اللي هم الأكل والشرب والحاجات دي، صرفت بالفيزا 5000. وفي كمان حاجات اللي هو الكوميونيكيشن وميديا، ده اللي هو النت. هتلاقي كل شهر فيه 3000، انا عامل مثلا باقه ب 3000 نت. طبعا فتح برضو او شراء الخط كان تقريبا في رينج 8000 او حاجه، فده بس دفعتهم كاش يعني. ففي كل شهر 3000 جنيه كده بتوع الميديا، خلاص، اللي هم حوالي 400 500 جنيه مصري. وفي اللي هو تذكره المواصلات. اول لما جيت عملت تذكره مش مكتوبه هنا، برضو كنت دفعتها كاش، كانت في رينج 8000 لمده تقريبا مش فاكر 3 ايام ولا ايه. وبعد كده لما رحت بقى الكليه وخدت رقم الطالب عملت تذكره اللي انا طالب اللي هي 945، هتلاقوا برضه كل شهر 945. خلاص، واخر واحده دي بقى فيس بتبقى موجوده كده بتتعمل شهريا، هتلاقي مش عارف على تغيير الرقم السري، على عمليه اي تي ام، يعني هتلاقوا في 300 500 كده كل شهر بتروح في حاجات زي كده. 11 9. طب تعالوا نشوف 10 11 بقى اللي هم كنت خلاص دخلت في المود ومصاريفي تقريبا قد ايه. هتلاقوا اول شهر مثلا كانت 17000 من الفيزا اللي هم تقريبا $50، وقولوا زيهم برضو ايه كاش. تاني شهر بقى شوفوا يعني من تاني شهر وتالت شهر كان كله معتمد على الفيزا، فده فعلا استهلاكي حرفيا كله من الفيزا، مفيش حاجه كنت عملتها كاش. فبصوا كده هتلاقوا مثلا اول جزء في الشهر كنت ما صرفتش قوي. جينا على النص التاني، بصوا بقى هتلاقوا كان ال 75000 دول كان نزل لي هو شهر 9 ما نزليش فلوس منحة، نزلت لي في 10 مع بعض او اخر 10 او اول 11 حاجه كده فلوس المنحة. فانا المهم سحبتهم، اللي هم سحبت منهم 75000، يعني هم نازلين لي 80000، انا سحبت منهم 75000. وبعد كده الاكل والشرب في رينج 24. حتى بصوا الشهر اللي بعده هتلاقوا استهلاك الاكل دايما بيبقى في رينج 24 38. هم المنحه معتبرين اكلك وشربك في رينج 40، مدينك فلوس 40000، فيعني زي الفل خلاص. طبعا ده لو مش تاكل بره، مش يعني مش على قد ما تقدر ماسك نفسك. وحتى بصوا كده مثلا ايه الحاجات المشهوره هنا، برضه هبقى اعمل لها فيديو تاني. هتلاقوا شبار، ليدل، الدي، تيشكو، الحاجات دي المشهوره هنا في المحلات يعني. خلاص، فانا عايز اقول لكم بس ان هنا ايه 24 38 الف ده رينج ايه الطبيعي. هتلاقوا بصوا النت اللي هو ال 3000 وتذكره المواصلات اللي هي 900. لكن انا كنت سوري، لا دي فلوس اللي هي قلنا عليها اللي هي بتبقى في بنك وكده. تلاقوا مثلا اللي هي 900 في الاخر دي فلوس المواصلات. فقولوا كل شويه كده في رينج 1000 مواصلات، قولوا في 3000 نت، قولوا اكلك 24 ل 38000، وفي 1400 ولا 1500 بتكون حاجات من البنك ده خصم شهري وكده. وفلوس بقى الشقه الاوضه والكهرباء والغاز والكلام ده هتلاقوها حسب الاوضه. لو هتاخدها سنجل هتلاقيها في رينج مش اقل من 80 90 100. يعني اقل حاجه شفتها كانت 70. وفي بقى 110 120 في الرينج ده. وزود عليهم من 20 ل 30 الف، ده اللي هو الكهرباء والغاز والكلام ده. بتكون غالبا في الصيف اقل شويه، ممكن في الصيف مثلا في رينج 15 ل 20، في الشتاء بتكون 25 ل 35. خلاص، طب بصوا شهر 11 هتلاقوا صرفت مبلغ 162 الف تتخض، منهم 80 او 90 الف دي الاوضه والكلام ده. خلاص، هتلاقوا اهو صرف انت من 160 دول المنحه هتديك 80. فانت بقى شوف بقى، يعني انا دفعت 80، دفعت 8 ضعف الثمن المنحه ادتوني. طب ليه؟ فلوس الشقه اهو سحبت 75 خلاص، وزودت عليهم من جيبي. ساعات بيكون مثلا معايا فلوس كاش، فمش يعني مش بسحب كل اللي موجود. خلاص، واكل وشرب قلنا 38. فلوس اللي قلنا اللي هي خامس واحده دي اللي هو الكوميونيكيشن والميديا، دي اللي هي فلوس قلنا اللي هي النت. هتلاقي كمان اللي هو ايه 1000 سوري، اللي هو اخر اتنين دول اللي هم بيقول لك مثلا ايه حاجات اللي هو الفيسبوك دي والاخيره خالص دي. هم هنا بيصنفوها مثلا لو جايب اي حاجه ممكن يصنفوها كانها حاجه. يعني مثلا لو اشتركت في اي فسحه في اي حاجه، رحت متح رحت اي حاجه، بيعتبروها مثلا ساعات بيصنفوها كانها حاجه هوايه او حاجه فسحه.
مثلا اشتريت حاجه بسيطه ب 1600 جنيه لبس وكده. طبعا دي لو انت متقشف جدا يعني. ومثلا حاجه الهيلث، جبت اي حاجه دواء، جبت اي حاجه من الحاجات دي حطها هنا. في 5000 حاجه اخرى. خلاص الاونلاين بقى، لو جبت حاجه من تيمو، انا مثلا كنت محتاج اجيب حبه حاجات اونلاين، حاجات ناقصاني كده 36، فالاخر هتلاقي مثلا في رينج 162. فاللي عايز اقوله لك ان فلوس المنحه الوحيده مش هتكفي طبعا. وعايز اقول لك كل دي يعني دي كنت في تقشف جدا، ممكن اقعد يعني ماسك على نفسي كل حاجه. فده الرينج. هتلاقوا مثلا لما تخشوا السوبر ماركت بتطلعوا بكام؟ هتلاقوا مثلا كل مره طالعين 4 10 في الرينجات دي. خلاص. وهتلاقوا هنا كمان دي مثلا المره الوحيده اللي دخلت فيها مطعم من ساعه لما جبت مطعم مره واحده ودفعت فيها 2600. 2600 دي مثلا يعني عشان تاكل حاجه بسيطه خالص يعني. فدي متوسط الحاجات. هتلاقوا دايما في سلكنا في رينج 162، في الرينج ده 124، كله هتلاقوا في نفس في الرينجات اللي هي زي دي. فدي حاجه بسيطه تبين لكم المصاريف عامله ازاي. واوعدكم برضو ان انا هوريكم بقى بالتفصيل السوبر ماركت، اسعار الدنيا كل حاجه عامله ازاي في فيديو تاني، عشان خاطر تعرفوا ايه الدنيا اللي غاليه، ايه الدنيا، عشان هتلاقوا حاجات مش متوقعينها خالص في الاسعار.